اظبط بقى الاداء معايا، عايزين نظبطها عليها. ها كت ابوس على ايدك، اديني فرصه تانيه يا هشام، بس. فرصه تانيه بالله عليك. هات المفتاح لو سمحت. يا ولاء يا ولاء، انا عارف ان انت طيبه وحنينه ولا يمكن ترضي بحاجه زي كده. ادخلي انت دلوقتي يا جودي على اوضتك. في ايه يا هشام؟ لا حول ولا قوة الا بالله. كان مستخبي لنا فين ده بس؟ فيني قرار، خدت قرار ان ياسر رجله ما تخطيش عربيتنا يا ولاء. طب والله العظيم والله ما هركب حريم في العربيه تاني. حريم؟ هو حريم بس؟ ده حريم، كسر اشارات، الزباين اللي بتعاملها زي الزفت، لا واللي زاد وغطى بتكسر كمين. لولا ان انا اتدخلت كنا هنروح في داهيه. كده كفايه قوي بقى يا اخي، كفايه. انا طبعا مبسوطه جدا ان انت اخيرا خدت قرار، بس الحاجات دي ياسر بيعملها من يوم ما اشتغل على العربيه. ايه اللي جد؟ اللي جد انه كفايه. كفايه بقى كفايه بقى كفايه. ماشي، ما هو كفايه بقى وكل حاجه، بس ايه اللي خلاك تقلب كده؟ انت يا ولاء، انت مش دايما تقولي لي ان انت مش مستريحه لياسر؟ كل يوم بقول لك ان انا مش مستريحه لياسر. ها؟ ده ايه؟ اقول لها؟ اقول ياسر بيتاجر في المخدرات بعربيتنا يا ولاء. ايه؟ اسكت، مش هعرف اداري عليك. ولاء الطيبه دي لازم تعرف حقيقتك. احنا لازم نبلغ البوليس حالا. فكرك انا ما فكرتش؟ فكرت طبعا، بس عمتي هتعمل ايه المسكينه الغلبانه دي لما تعرف ان ابنها بيتاجر في المخدرات؟ هتروح فيها طبعا. عندك حق. مش هطلع بره، بره بيتي. هات بره بيتي يا حشره جرثومه، بستعر ان انت قريبي. اخس. شربتها خلاص، شربتها. بس ما بلاش كلام، اتفضل. خير. الرخصه. مجرم رخيص حرق لي دمي. انا ابن عمتي ديلر، حاسس بنغزه هنا. لا بعد الشر عنك يا حبيبي، هدي نفسك. انت خلاص طردته شر طرده. باين انها شر طرده. طبعا باين. سلامتك سلامتك. اهدى يا هشام عشان صحتك. ايه ياسر ده؟ طاغوت؟ ده طاغوت؟ انت عرفت منين انه بيتاجر في المخدرات؟ ايه؟ كان بيتاجر قدامي. ايوه، بيعمل ايه يعني؟ اصل انا عمري ما شفت حد بيتاجر في المخدرات. بيعملوا ايه بقى؟ بيعمل كل اللي تجار المخدرات بيعملوه. مفيش حاجه تخطر في بالك الا ما عملها. تخيل وقفنا عند كشك. كشك راح باصص يمين وشمال كده بريبه وحذر. راح قال للراجل بس على العسل وغمس كده. وافتكرت الموضوع هيقف عند كده، طلع لا. راح مطلع جيبه فلوس، راح مديها للراجل بتاع الكشك في المداري. راح الراجل مطلع له باكو بسكوت واداهوله. جه ركب جنب العربيه، راح حاطط باكو بسكوت في جيبه كده مكمره كده مأمن عليه. قلت له ايه ده يا ياسر؟ قال لي ده بسكوت. يبقى ايه ده بقى؟ لا ده يبقى بسكوت عادي يا هشام. لا ما انا قلت له ياسر اديني بسكوت. ها؟ رفض، قال لي لا. راح نازل في شارع كده، جم ناس وادالهم وادوله. عارفه ادالهم وادوله دي؟ بعدين هو نطق بكلمه ما كشفت قدامك، ما هو اعترف. لا طالما الموضوع وصل لحد كده انا اصلا عندي مشاكل معاه. خلاص بقى. بس مين اللي هيسوق العربيه دلوقتي؟ انا طبعا. الله، وعلى جنب يا اسطى وكرامتي ما تسمحش. بصراحه بعد الموقف اللي حصل من جودي في المدرسه، انا ما بقتش عارف اعمل ايه. رجعت كل حساباتي، قلت يا دي هشام بقى ما بديهاش اي شغل اشتغل، اي شغل متاح اشتغل، وده عشان خاطرك وعشان خاطر بنتنا. هشام انت كبرت قوي في نظري. ولادنا بيربونا يا ولاء. هو ده هشام اللي انا حبيته. اشترك في باقات واتشت الشهرية ب 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية ب 149 جنيه و99 قرش.